ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. لو امتحانك بكره وانت حاسس انك ضايع، ما تحاولش تذاكر كل حاجه دلوقتي، لانك كده بتضيع نفسك اكتر. اسمع الفيديو ده، هقولك ايه النقاط اللي تعملها وايه النقاط اللي تتجنبها ليله الامتحان بتاعتك. لو اول حاجه انت بتعملها انك تفتح الكتاب ليله الامتحان وتحاول تلم اي حاجه، فانت كده بتضيع وقت على الفاضي ودرجتك هتبقى زي الزفت. تعال نحكي سيناريو بيحصل كل يوم في ليالي الامتحان. هتلاقي طالب داخل ليله الامتحان بيفتح اول درس، بعد 10 دقايق بالظبط بيحس انه مش فاهم، يقفل ويروح لدرس تاني، وبعد الساعه يكتشف انه عمل كل حاجه لانه فهم حاجه. فلو ده حصل معاك قبل كده فكمل الفيديو ده للاخر. اسمعني كويس، عشان ليله الامتحان مش معموله عشان انت تبدا من جديد، بالعكس دي معموله عشان تثبت اللي انت ذاكرته وتعالج ضعفك وتجهز دماغك للامتحان. هتقول لي يا مروان، طب انا موقع حاجات في المنهج مش عارف المها ازاي. هقول لك دلوقتي تلمها ازاي. اول خطوه واهم خطوه، ما تفتحش الكتاب على طول، تمسك ورقه وقلم وتكتب الحاجات اللي وقع منك، وتسال نفسك ايه الحاجات اللي لو جت في الامتحان ممكن توقعني. مثلا قانون نسيه، درس مش فاهمه، نوع سؤال بتغلط فيه. الحاجات دي كلها ممكن توقعك في الامتحان، فانت لازم تركز عليهم. لو انت مش مذاكر كويس ما تفكرش تلم المنهج كله، مستحيل طبعا. الحل، اختار اهم اجزاء في المنهج وذاكرهم كويس جدا بدل ما تلم كله بشكل ضعيف. الحالة التانية، لو انت مذاكر قبل كده، يبقى اسمع الجملة دي: مفيش قراءة خالص ولا في اي مذاكرة، في حل بس. الحل هيخليك تثبت المعلومات، تكتشف غلطاتك وتتعود على شكل الامتحانات. هتقول لي يا مروان، طب انا راجع ازاي صح؟ انت قفلت البيبان كلها في وشي. هقول لك انت اهم حاجه تلخص لنفسك، تعمل لنفسك هايلايت، تحل كتير، لان المراجعه الصح مش مجرد انك تقرا، المراجعه الصح انك تفتكر بسرعه. فاعمل كده، بص على العناوين، راجع القوانين بسرعه، حل سؤال على كل فكره، وحاول تحل مع نفسك امتحانات شامله. ليش انا هتفرج على فيديو شرح؟ فيديو الشرح ده ممكن يفيدك في حاله واحده، انك ما تعرفش اي حاجه عن المنهج. انت بس اهم حاجه تراجع اللي واقع منك. اخطاء قاتله احنا كلنا بنعملها. اول خطأ اللي انت تحاول تسهر للصبح. السهر للصبح مش هيعملك اي حاجه غير انها هيصحيك تعبان ومش مركز، وممكن تنسى ابسط حاجه. الحل، تنام 6 ساعات على الاقل عشان تصحى فايق. الخطأ التاني، الموبايل طالما هو جنبك انسى انك تركز في حاجه، لان كل شويه هتلاقي اشعارات، هتلاقي تيك توك مثلا قاعد بيبعت لك اشعارات، هتلاقي واتساب، هتلاقي يوتيوب مثلا. فكل ده هيضيع وقتك وهيشتتك، فكل مره بتمسك تليفون فانت بترجع لنقطه الصفر تاني وتركيزك بيقل. فالحل، اقفله او حطه بعيد عنك خالص. الخطأ التالت انك تتوتر بقى وتبدأ تفكر هل انا هنجح، هل مصيري هيكون عامل ازاي، ايه اللي هيحصل. كل الكلام ده ملوش تلاتة لازمة. التوتر مش هيخليك تذاكر، هيخليك تنسى اللي انت بتذاكره. فالحل، اهدى، خد نفس عميق، انت عملت اللي عليك وخلاص. الخطأ الرابع، انك تراجع الحاجات اللي انت حافظها بس. انت كده بتوهم عقلك انك بتذاكر، بس في الحقيقة انت ولا عملت اي حاجة، انت كده حافظ الكلام ده. فانت لازم تهتم بالحاجات اللي انت ضعيف فيها اكتر. فالروتين المثالي ليلة الامتحان هو انك تذاكر ساعة الحاجات اللي ضعيف فيها، ساعتين تحل، ونص ساعة مراجعة سريعة، بس كده، وتنام بدري. ببساطة ده الشغل اللي يخليك تجيب أعلى درجات بأقل مجهود. افتكر إن الفرق بين الطالب اللي بيقفل والطالب اللي بيضيع مش في عدد الساعات، في الطريقة. لو عملت الكلام ده هتدخل الامتحان وانت هادي وواثق وجاهز. لو الفيديو ده فادك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب واشترك في قناة الواتساب بتاعتنا عشان بننزل عليها حاجات مهمة جدا. ومع السلامة.